السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في فيديو جديد. معكم مستر يسر يحيى. هنكمل النهاردة إن شاء الله Unit 1 Summer Vacation Lessons 3 and 4. تعالى كده نبدأ مع بعض. أول حاجة هنبدأ بيها الفوكاب مع بعض كده. Archaeologist بمعنى عالم آثار. Bank يعني ضفة نهر. Bury بمعنى يدفن، واخد بالي ان الماضي بتاعها والتصريف الثالث بزود IED واشيل الواي، يعني بحول الواي الى IED. bury بمعنى يدفن. care يعني رعاية او عناية. catacomb بمعنى سرداب الموتى، واخد بالي ان بي فور بوك اللي هي البي الخفيفة لما بيجي قبل منها حرف ام بتبقى silent لا تنطق، والcatacomb. dead بمعنى ميت. effect يعني تأثير. friendly يعني ودود. helpful بمعنى متعاون أو مساعد أو مفيد. obelisk يعني مسلة اللي هي المسلات بتاعت القدماء المصريين. religion يعني دين أو ديانة. repair تمشي على إنها noun بمعنى إصلاح، تمشي على إنها verb بمعنى يصلح أو يصلح. يعني في حالة إن أنا هحولها للباست أو past participle الماضي والتصريف الثالث هزود ED يبقى اسمها repaired. solution يعني حل. smart يعني ذكي أو أنيق. statue بمعنى تمثال. structure يعني بناء يعني مبنى. temple بمعنى معبد. tunnel يعني نفق. نيجي على الاديشنال فوكاب اللي هي المفردات او الكلمات الاضافيه، يعني هي بتبقى كلمات مكرره غالبيتها. building يعني مبنى. discuss يناقش، واخد بالي ان هي في الماضي والتصريف الثالث هزود لها ED تبقى discussed. how often يعني كم مره بنسال بيها عن عدد المرات. information معلومه او معلومات، وناخد بالنا ان هي uncountable غير معدود، والكميات تعامل معامله المفرد. identify بمعنى يحدد. idea يعني فكره. model نموذج. pray بمعنى يصلي، والباست prayed التصريف الثالث prayed بزود ED. present بمعنى يقدم، والباست presented التصريف الثالث presented بزود ED. special بمعنى مميز أو خاص. stone يعني حجر. the temple of Edfu معبد إدفو. tourist يعني سائح. underground تحت الأرض. understanding فهم. weather الطقس. wind يعني رياح. pity يعني شفقة أو أسف. تعالى كده نحل كام تمرين كده صغيرين على الكلام اللي احنا قريناه. قلنا لما بنيجي نحل choose and complete اللي هي اختيارات من فوق ديت، أول حاجة نتأكد إن أنا عارف معاني الكلمات اللي فوق. كلمة prayed الماضي بتاع pray يعني يصلي يبقى الماضي صلى. tunnel يعني نفق. repair يعني يصلح. helpful يعني متعاون أو معين أو مساعد أو مفيد يعني. number 1 the mechanic will not my car engine. الميكانيكي هيعمل إيه لمحرك العربية؟ يبقى أكيد يصلح، يبقى إيه repair. تمام. number 2 in ancient Egypt people not in temples. في مصر القديمة الناس عملت ايه في المعابد؟ طبعا المعابد بالنسبة للقدماء المصريين كانت زي المساجد عندنا، فيبقى بيصلوا فيها. بقول ايه prayed صلوا. بعد كده نمبر 3 the websites were very ايه المواقع كانت ايه جدا for getting information about the project للحصول على معلومات عن المشروع، يبقى اكيد كانت مفيدة بمعنى helpful. طيب نكمل مع بعض. بعد كده عندي language expressions اللي هي التعبيرات اللغوية. تعالى كده نشوف مع بعض. عندي كلمة edit لوحدها بمعنى يعدل. نقول edit the videos يعني يعدل الفيديوهات، يعمل تعديل على الفيديوهات. do ينفع اقول يمارس الرياضة، هقول عليه يا اما do sports او play sports، الاثنين بمعنى يمارس الرياضة، يعني تنفع do وتنفع play. يبقى في التشويسز في الاختيارات يا يجيب لي do يا يجيب لي play، ما ينفعش يجيب لي الاثنين. protect يعني يحمي.
نقول protect the building يعني يحمي المبنى. جو لوحدها بمعنى يذهب. لو كلمة اونلاين يعني متصل بالانترنت، لما نقول جو اونلاين يعني يتصل بالانترنت، مش هقول يذهب للانترنت. give يعطي، لما نقول give an opinion يعني يقدم رأي، يعطي رأي او يبدي رأي. give reasons يعني يعطي اسباب. بعد كده عندي prepositions. لو قلت at the top يعني في الاعلى، at the bottom في الاسفل. cut لوحدها يعني يقطع، لكن نقول cut away بمعنى يزيل او يتآكل. cut away يعني يتآكل او يزيل. look after، look after بمعنى يعتني بيه. هاخد بالي ان look لوحدها يعني ينظر، وafter لوحدها يعني بعد، يبقى هنا محتاج احفظ معنى الكلمه لان المعنى اتغير. look after بمعنى يعتني بيه. important يعني هام، for لكذا، مو important for هام لكذا او مهم لكذا. on the west bank of على الضفه الغربيه لكذا، يبقى on the bank of على الضفه الغربيه لايه؟ the bank of the river، on the bank of the river على الضفه، على ضفه النهر. on the west bank of the river على الضفه الغربيه للنهر. اللي يهمني ان قبل كلمه bank on وبعدها off وبعد كده الحاجه اللي بتكلم عنها. problem with يعني مشكله فيه، problem with مشكله فيه. عايز اقول يفكر فيه بقى، ممكن اقولها think of او think about. think of او think about بمعنى يفكر فيه. walk around، walk around بمعنى يتجول، ومحتاج احفظها لان walk لوحدها يعني يمشي، around لوحدها يعني حول، الاثنين على بعض بمعنى يتجول. what type of، what type of بمعنى ما نوع، لما احب اسال عنه حاجه. what type of music do you like، ايه نوع الموسيقى اللي بتحبها. work on يعمل فيه، work on buildings يعمل فيه المباني، work on structures يعمل فيه المباني. يبقى كلمه buildings تعادل كلمه structures، فاقول يعمل فيه اسمها ايه؟ work on. made of بمعنى مصنوع من، made of. بعد كده حاجه على تصريفات الافعال الشاذه مع بعض كده. buy bought bought، buy bought bought. find found found، find found found. get up got up got up، get up got up got up. spend spent spent، spend spent spent. بعد كده بيفكرني بالwords and opposites او الانتونيم، كلمه وعكسها. يعني الكلمات دهيت المفروض ان انا غالبيتها حافظها، فهو الجدول بينبهني كل كلمه عكسها ايه، فانا بنقراهم مع بعض عشان انتبه للعكس. لو تصادف ان في كلمه انا مش حافظها بحفظها. يبقى عندي active نشيط يبقى عكسها lazy كسول. ancient قديم واثري عكسها modern حديث. bad for ضار بكذا عكسها good for مفيد لكذا. difficult صعب عكسها easy سهل. interesting شيق عكسها boring ممل. useful مفيد عكسها useless عديم الفائده. هاخد بالي من حاجه، يعني كده نبص، لو بصيت لكلمه useful اخرها ful، تمام، اي صفه اخرها ful لما اجي احولها العكس، الجزء ال ful ده احوله الى less less، يبقى useful عكسها ايه؟ useless. طب لو قلت helpful يبقى عكسها helpless، وهكذا. بعد كده unfortunately لسوء الحظ يبقى عكسها fortunately لحسن الحظ. unfortunately fortunately. تعالى برضه نشوف التمرين البسيط دهوت. عندي at وin حروف جر، ancient قديم واثري، go بمعنى يذهب او على حسب ما هيجي بعد منه. نمبر 1 every morning كل صباح I not online to read the news. انا بعمل ايه اونلاين؟ احنا حافظينها او عارفينها يتصل بالانترنت، اسمها ايه؟ go online. تمام. بعد كده نمبر 2 صلاح الدين citadel is very not. قلعة صلاح الدين تكون ايه جدا؟ it isn't modern هي ليست حديثة، يبقى هي ايه؟ very good ancient قديمة. بعد كده we took a picture التقطنا صورة the top of the mountain قمة الجبل. the top of احنا حافظينها اسمها ايه؟ ايوه at the top of على قمة الجبل. بعد كده عندي اللانجوج نص الملاحظات اللغوية. عندي الفعل help بمعنى يساعد، ينفع يجي لي بعد منه infinitive يعني فعل في المصدر، فعل بدون اي اضافات، او to زائد فعل في المصدر، الاثنين صح. فاعطاني مثال اهوت، قال لي my sister always helps mom clean the house. اختي دايما بتساعد ماما clean the house. وينفع اقولها my sister always helps mom to clean the house، الاثنين صح، يا اما clean يا اما to clean. يبقى لو جابها لي choices قال لي my sister always helps mom not the house، مكان النقط هيحط لي في الاختيارات تحت يا اما clean يا اما to clean، مش هينفع يحط الاثنين لان الاثنين هيكونوا صح. بعد كده عندي الديفينيشنز التعريفات. قلنا التعريفات دي المفروض ان الكلمات دي انا حفظتها بالعربي، تمام؟ طيب
بنقرأ التعريف فبلاقي ان التعريف باللغة الانجليزية بسيطة اقدر افهمها فبقرأ واترجم فبفهم هو بيدل على ايه. تعال نشوف اول تعريف معانا. بيقول لي underground tunnels انفاق تحت الارض and rooms وحجرات for burying the dead لدفن الموتى. انفاق وحجرات تحت الارض بيدفنوا فيها الموتى يبقى اسمها ايه؟ catacombs. catacombs اللي هي سراديب الموتى. بعد كده بيقول a tall stone pillar يعني عمود حجري طويل built تم بناؤه to remind people ليذكر الناس of an event of someone لحدث مرتبط بشخص who dies والشخص ده ايه؟ توفى. يبقى بنسميها ايه؟ obelisk المسلة. بعد كده التعريف اللي بعده قال لي a model of a person نموذج لشخص animal حيوان or object او شيء. نموذج لشخص او حيوان او شيء sometimes made of stone احيانا مصنوع من الحجر يبقى statue تمثال. a place where people come together to pray مكان بيذهب فيه الناس او ياتي اليه الناس معا مع بعضهم يعني to pray علشان يصلوا يبقى هنا ايه؟ temple المعبد. بعد كده عندي words and synonyms الكلمات ومرادفها يعني كلمه ومعناها. ancient قديم واثري يبقى السينونيم او المينينج بتاعها very old يعني قديم جدا. repair بمعنى يصلح يبقى السينونيم او المينينج بتاعها يا اما mend او fix يعني كلمه repair وكلمه mend وكلمه fix كلهم مترادفات لبعض بيدوا نفس المعنى يصلح. بعد كده عندي السفكس قلنا اللي هي اللاحقه الحروف اللي بتوضع في نهايه الكلمه عشان تغير لي الوظيفه بتاعه الكلمه تحولها من اسم الفعل من فعل لصفه وهكذا. فاحنا قلنا انا بكون حافظ الكلمه وبكون حافظ النيو وورد الكلمه الجديده فبنطق الاثنين مع بعض فبقدر احدد السفكس اللي انا نطقتها. مش بحفظ ايجيبت هحط لها اي ان عشان احولها لايجيبشن ايجيبت ايجيبشن ايجيبت ايجيبشن ايوه اللي انا نطقته شان اللي هي اي ان يبقى دي السفكس بتاعتها. help helpful help helpful يبقى السفكس بتاعتي اف يو ال. نحل التمرين الصغير ده مع بعض. سوري. نمبر 1 يقول choose the correct answer from A B C or D هنختار الإجابة الصحيحة من A أو B أو C أو D. The opposite of useful is عكس كلمة useful. احنا لسه قايلين من شوية أي صفة آخرها FUL بحول FUL إلى كلمة less والجزء الأول هيفضل زي ما هو يبقى useful هتبقى useless اللي هي رقم C. Number 2 I like visiting ancient places. أنا بحب زيارة الأماكن الأثرية. These places are very هذه الأماكن بتكون إيه جدا هي ancient أثرية هتكون إيه very new ولا recent ولا modern ولا old very good very old. Number 3 to get the adjective from the verb help علشان أحصل على الادجكتيف الصفة من الفعل help ويأز the suffix بزود أنهي نهاية أو أنهي لاحقة. أفتكر help بمعنى يساعد الادجكتيف بتاعها مساعد أو مفيد helpful helpful يبقى أنا زودت full FUL اللي هي رقم B. بعد كده وصلنا للreading and listening skills مهارات القراءة والاستماع. فأول موضوع عندي بيقول لي ancient buildings مباني قديمة. بيقول لي read information about an ancient building in Egypt هنقرأ معلومات عن مبنى أثري أو قديم وأثري في مصر. تعالى كده نشوف. طبعا الموضوعات دي مهم جدا ان احنا نقرأها زي موضوعات القراءة بتاعت اللغة العربية لأن بنتسأل عنها في الامتحان على شكل باراجراف فبيبقى عندي الفكرة أنا أخدت المعلومة منها لما أنا قريتها عشان كده بقدر أكتب الباراجراف في الامتحان. بيقول لي the temple of Edfu معبد إدفو is an ancient Egyptian temple هو معبد مصري قديم وأثري in the town of Edfu في مدينة إدفو. The town is on the west bank of the river Nile. المدينة تقع على الويست بانك الضفة الغربية of the river Nile لنهر النيل between Luxor and أسوان ما بين الأقصر وأسوان. The temple is about 2250 years old. المعبد بيكون عمره about حوالي 2250 سنة. It is important for understanding هو مهم ل understanding life لفهم الحياة in ancient Egypt في مصر القديمة. يعني المعبد ده مهم عشان نفهم حياة المصريين القدماء because the writing on its walls لأن الكتابات اللي موجودة على الحوائط بتاعته gives us very interesting and useful information بتديني معلومات شيقة ومفيدة جدا about language عن اللغة and religion والديانة over 2000 years عبر 2000 سنة مضت. تعالى كده نشوف السؤال الأولاني. بيقول ايه where is Edfu أو where is Edfu أين تقع Edfu أو أين تكون Edfu. قال لي the town is on the west bank of the river Nile between Luxor and Aswan. يبقى ايه it's on the
sorry West Bank of the river Nile between Luxor and Aswan. يبقى لما نيجي نحل قطعة اخد بالي ان انا اطلع الاجابة من القطعة. نمبر 2 قال لي how old is the temple of Edfu؟ كم يكون عمر معبد إدفو؟ اهو it is about او it's about 2250 years old، عمره حوالي 2250 سنة. يبقى اكتبها ايه؟ it's about 2250 years old. اشوف اللي بعد كده. هنا عندي بيقول listen to dialogue، هنستمع to the dialogue، هنستمع للمحادثة. مريم visited the temple of Edfu in the summer vacation. مريم زارت معبد إدفو في الأجازة الصيفية. بيقول check the problems at the temple that she mentions. راجع أو تفحص المشكلات بتاعة المعبد اللي هي ذكرتها. تعالى كده نشوف. قال لي هادية بتتكلم مع مريم، فهادية بتقول إيه؟ What did you do in the summer holiday مريم؟ ماذا فعلت في الأجازة الصيفية يا مريم؟ فمريم قالت لها I visited my aunt and uncle in Edfu. زرت عمي وعمتي في إدفو. It's near to أسوان، هي بالقرب من أسوان. And there's a beautiful temple there، ويوجد معبد جميل هناك. فردت عليها هادية وقالت Oh yeah it's an ancient temple، إنه معبد قديم. Isn't it؟ أليس كذلك؟ فردت مريم قالت لها Yes نعم. And it tells us، هو بيخبرنا a lot الكثير about what life was like، عما كان شكل الحياة in ancient Egypt في مصر القديمة. So it's a special place، لذلك هو مكان مميز. Unfortunately، لسوء الحظ there are some problems at the temple of Edfu، في بعض المشاكل في معبد إدفو. أول مشكلة بيقول the weather in Egypt is bad for the stone walls، الطقس بتاع مصر ضار بالإيه؟ بالحوائط الحجرية. The wind and sand very slowly cut the stone away، الرياح والرمال ببطء جدا cut the stone away، بتعمل ايه؟ ايوه بتعمل على تآكل الايه؟ الستون الاحجار. قلنا cut away بمعنى يتآكل او بيجعل الاحجار تتآكل. هادية قالت ايه؟ That's too bad، ده سيء جدا. Do lots of tourists come to the temple؟ هل كثير من السياح بيأتوا الى المعبد؟ فردت مريم قالت لها yes نعم. And all those people's feet، وكل أقدام هؤلاء الناس are bad for the stone too، ضارة بالأحجار أيضا. يبقى احنا كده عرفنا إن الويند والساند بتعمل إيه؟ cut the stones away، بتعمل على تآكل الحجر. وعرفنا حاجة تانية إن people's feet are bad for the stone، إن أقدام الناس اللي بتروح هناك برضه ضارة بالأحجار. فهي دي المشكلتين بتوعها. فبتقول لها is anyone doing anything to protect the building؟ هل في أي حد بيعمل أي حاجة علشان protect the building، يحمي المبنى؟ فردت مريم قالت لها yes نعم. volunteers work with archaeologists، المتطوعين بيعملوا مع الاركيولوجيست اللي هم علماء الاثار on the buildings في المباني. some of them بعضهم are students like us، بعضهم اللي هم بعض المتطوعين دولت بيكونوا ايه؟ students like us، يعني طلبة مثلنا who help in their summer holidays، اللي هم بيساعدوا في الاجازات الصيفية بتاعتهم. they can stop these bad effects on some buildings، يقدروا يمنعوا هذه التأثيرات السيئة أو يوقفوها لبعض المباني. but there isn't enough time or people، لكنه لا يوجد وقت كافي ولا ناس كافية to help all the buildings، لمساعدة كل المباني at the same time في نفس الوقت. فردت هادية قالت لها that's a pity، يا له من شيء مؤسف. and the buildings are so old aren't they، والمباني قديمة جدا أليس كذلك؟ فردت مريم قالت لها yes because they are very old، نعم لأنهم قدام جدا أو قدامى جدا. they need lots of care، بيحتاجوا كثير من الرعاية and repairs والإصلاحات. نمبر 1 السؤال الأولاني بيقول لي where is the temple of Edfu؟ أين يكون معبد إدفو؟ تعالى كده نرجع ونشوف فين معبد إدفو. يلا بينا. it's near أسوان. جميل، يبقى معبد إدفو it's near أسوان، صح كده؟ حد يرد عليا؟ بص كده معايا.
tells us يبقى هنقول ايه؟ هو معبد ادفو ده موجود فين؟ حد فاكر؟ ايوه يا احمد تمام. في مدينه ايه؟ in ادفو near اسوان. يبقى ينفع هنا اقول له ايه؟ it's in ادفو near اسوان. طيب نمبر 2 بيقول mention يعني اذكر. mention a problem at the temple of ادفو. اذكر مشكله لمعبد ادفو. هنرجع كده نشوف المشاكل اللي عندنا بتاعت unfortunately. يلا بينا اهي. there are some problems at the temple of Edfu. The weather in Egypt is bad for the stone walls. قال لي the wind and the sand very slowly cut the stone away. يبقى نكتبها تحت. cut the stone away. يعني الرياح والأحجار بتساعد على تآكل الرياح والرمال بتساعد على تآكل الأحجار. طيب بعد كده عندي listening. بيقول لي ايه؟ listen and choose two words to describe يونس. المهم هو هنا بيكلمني عن ايه؟ هنشوف يونس بيتكلم عن ايه. بس بيقول ايه؟ So يونس إذا يا يونس what's your answer to the first question؟ ايه إجابتك على أول سؤال؟ Did you help the other people in the summer vacation؟ هل ساعدت الناس الآخرين في الأجازة الصيفية؟ فيونس قال له ايه؟ Yes of course. نعم بالطبع. I did فعلت. I helped out at my parents' restaurant. ساعدت على إكمال العمل في مطعم والدي. I cleaned the dishes. نظفت الأطباق and cleaned the floor in the restaurant. ونظفت الأرضية في المطعم at the end of the day في نهاية اليوم. I often went to other shops to buy things. غالبا كنت أو معظم الأوقات كنت بذهب للمحلات الأخرى لشراء الأشياء that my parents needed to اللي بيحتاجها والدي أيضا. I would say I often helped my family. أنا هقول إن أنا غالبا ساعدت عائلتي and friends والأصدقاء in the summer vacation في العطلة الصيفية. فهنا باسل قال له great رائع. So you helped your family. أنت ساعدت عائلتك. And you learned how to work in a restaurant. وتعلمت إزاي تشتغل في المطعم. فيونس قال له yes نعم that's right هذا صحيح. How about sports؟ وماذا عن الرياضة؟ طب بالنسبة للألعاب الرياضية How often did you do sports؟ كم مرة لعبت ألعاب رياضية؟ فيونس رد عليه قال له every day كل يوم. I think على ما أعتقد. I always played sport in the summer vacation. دايما لعبت رياضة في الأجازة الصيفية. I love playing football with my friends near my building. أنا بحب لعب كرة القدم مع أصدقائي بالقرب من المبنى بتاعي. فبس قال so إذن you were active in the holidays. أنت كنت نشيط في الأجازة؟ فيونس قال له yes definitely بالطبع. بس الرد قال له ايه؟ the next question السؤال التالي is يكون how often did you do something to help your community؟ كم مرة عملت شيء يساعد مجتمعك؟ فيونس قال له I often volunteered. غالبا أو في أغلب الأوقات volunteered تطوعت to help at a project للمساعدة في مشروع in my community في مجتمعي. People walk around the streets. الناس بتتجول في الشارع. collect litter بتجمع القمامة and recycle it وتعمل لها إعادة تدوير. Then our streets are cleaner. فتصبح الشوارع بتاعتنا ايه؟ cleaner أنظف. And we can use the paper and plastic again. ونقدر نستخدم الورق والبلاستيك مرة أخرى. بعد كده بس قال لي sounds great يبدو رائعا. Can I join into؟ هل أستطيع الاشتراك أيضا؟ I never did anything in my community in the holidays. عمري ما عملت حاجة للمجتمع بتاعي في الأجازات. But I want to start helping out. لكن عايز أبدأ المساعدة أو أبدأ إنهاء الأعمال. فيونس قال له of course باسل بالطبع يا باسل. فباسل رد عليه قال له إيه؟ The last question is السؤال الأخير. Did you learn anything interesting online this summer؟ هل اتعلمت أي شيء شيق على الإنترنت هذا الصيف؟ How often did you go online؟ كم مرة دخلت على الإنترنت أو كم مرة اتصلت بالإنترنت؟ فيونس قال له إيه؟ I sometimes went online. أحيانا كنت بتصل بالإنترنت at home في المنزل in the evening في المساء. I was usually tired in the evening. عادة كنت بكون مرهق في المساء. But sometimes ولكن أحيانا I watched some videos. شاهدت بعض الفيديوهات about how to make videos عن كيفية صناعة الفيديوهات
with a phone بالتليفون and how to edit the videos وازاي او كيفية تعديل هذه الفيديوهات so they look good لكي تبدو جيدة. فرد باسل قال له that sounds useful ذلك يبدو رائعا. yes I want to give it a try myself now ايوه انا عايز اجرب ده بنفسي تاني. تعالى كده نحل مع بعض شوية choices. number 1 today is a not day النهارده يوم ايه because it's my mother's birthday لان النهارده عيد ميلاد ماما يبقى special day يوم خاص او يوم مميز. number 2 the train traveled through a long ايه القطار سافر خلال ايه طويل in the mountains في الجبال. القطر هيمشي في ايه في الجبال tunnel ولا tunnel ولا canal ولا battle اكيد tunnel نفق طويل long tunnel. number 3 tourists like to take photographs next to the السياح بيحبوا يلتقطوا صور بجوار الايه star planet obelisk earth اكيد الobelisk بجوار المسلة. number 4 we need an answer to this problem احنا محتاجين ايه للمشكلة دي who can help من يستطيع المساعدة structure ولا stone ولا solution ولا وين يبقى we need a solution محتاجين حل للمشكلة. number 5 I like sitting by the north of the river انا بحب الجلوس بجوار ايه بتاع النهر to enjoy watching the sunset لمشاهدة غروب الشمس temple ولا statue ولا bank ولا park اكيد bank ضفة النهر. number 6 a knot is a model of a person animal or object هو ايه اللي بيعتبر نموذج لشخص او حيوان او شيء sometimes made of stone احيانا بيكون مصنوع من الحجر فالتعريف ده بيدل على الستيتيو التمثال. برافو يا احمد. number 7 I like to not sports like football and basketball انا بحب اعمل ايه للرياضة like football and basketball زي كرة القدم وكرة السلة. قلنا يمارس الرياضة اسمها do sports او play sports. بص انا جبت الحل قبل ما ابص على الاختيارات فهنا لقيت كلمة do مفيش غيرها. فاكر لما قلنا مش هيجيب لي do او play يجيب لي دي ما يجيبش الاثنين مع بعض. number 8 my father's advice was very a in solving the problem نصيحة بابا كانت ايه جدا in solving the problem في حل المشكلة weak ضعيفة ugly قبيحة ancient قديمة helpful مفيدة يبقى helpful مفيدة. number 9 not are lots of underground tunnels هو ايه اللي بيكون كثير من underground tunnels الانفاق تحت الارض where people put dead bodies حيث يضع الناس الموتى يبقى الكاتاكومبس اللي هي سراديب الموتى. number 10 it's important to not our ancient buildings مهم جدا ان احنا نعمل ايه للمباني الاثريه بتاعتنا protect نحمي. number 11 مريم stays ايه مريم بتظل ايه by taking exercises regularly بان هي بتعمل تدريبات بانتظام active weak lazy ugly فاكيد هتبقى ايه مع التمارين هتبقى active. number 12 the pyramids in Egypt are ancient الاهرامات في مصر تعتبر قديمه او اثريه they aren't يبقى هي ليست closed ولا useful ولا beautiful ولا modern طالما هي ancient يبقى هي ليست modern ليست حديثة. number 13 the Karnak is a famous ايه in Luxor الكرنك يعتبر ايه مشهور في الأقصر اكيد معبد الكرنك يبقى the temple تمام. number 4 this problem has very bad ايه on my sister's behavior المشكلة دي ليها ايه سيء جدا على سلوك اختي اكيد effects تأثيرات سيئة. طيب نكمل مع بعض لسه في تاني اهوت. نمبر 1 هنا بيقول لي I like to note my photos to make them look better عاوز اعمل ايه للصور بتاعتي لكي تبدو جيدة يبقى edit يعدل اعمل لها تعديل عشان اوضحها اكتر. نمبر 2 the writing on the walls كتابات على الحوائط gives us useful information بتعطينا معلومات مفيدة about language عن اللغة and not of ancient Egyptians وايه بتاعت القدماء المصريين بتدينا معلومات عن اللغة والديانة اللي هي كلمة religion تمام. نمبر 3 not from other countries مين من الدول الأخرى love the buildings of ancient Egypt بيحبوا المباني بتاعت القدماء المصريين اللي بيجولنا من الدول الأخرى اسمهم ايه سياح يعني ايه tourists خلاص أجري أدور عليها اهي يبقى أنا ممكن أجيب طالما العملية ماشية على المعنى بجيب الإجابة من دماغي قبل ما أبص على الاختيارات طالما أنا حافظ المعاني مجرد ما أنا جبتها أنا قلت سياح يعني ايه tourists نزلت لقيت كلمة سياح فايه اخترتها. نمبر 4 يبقى الكلام ده معتمد احنا قلنا في البداية على ايه حفظ الكلمات المنهج بتاعي 70% او اكتر ترجمة وحفظ حفظت كلمات هتقدر تترجم وتحل.
Number 4 my uncle is not عمي ايه he studies ancient buildings هو بيدرس المباني الأثرية. الشخص اللي بيدرس المباني الأثرية بنسميه ايه بالعربي؟ عالم آثار. عالم الآثار يعني ايه؟ archaeologist اللي هي رقم B. Number 5 watching too much TV مشاهدة too much TV تلفزيون زيادة عن اللزوم is bad not your eyes ضر لعينك. ضر لكذا اسمها bad ايه؟ ايوه برافو يا منى bad 4. Number 6 scientists studied how people ايه؟ العلماء درسوا كيف الناس ايه their dead in ancient times كيف الناس عملوا ايه للموتى بتوعهم في الماضي دفنوا. يبقى buried اللي هي رقم ايه. رقم 7 او number 4 7 parents must give enough time to their children الوالدين او الاباء يجب ان هم يعطوا الوقت الكافي لاطفالهم. they need love and هم محتاجين الحب والرعايه. بص انا قلتها بالعربي قبل ما ندور رعايه يعني care. يبقى هي العمليه ترجمه انت بتترجم صح فبتلاقي نفسك جبت الاجابه فتنزل تختارها. Number 8 the town of Edfu is not the west bank of on the west bank of. بعد كده number 9 the wind and sand very slowly الرياح والرمال ببطء جدا not away قلنا اسمها ايه away cut away تعمل على تآكل the stones of old walls. Number 10 visiting ancient buildings زيارة المباني الأثرية is important مهم for not life in ancient Egypt علشان نعمل ايه الحياة في مصر القديمة understanding لفهم الحياة في مصر القديمة. Number 11 we visited the museum and saw beautiful paintings that gave us not information يعني احنا زرنا المتحف وشفنا لوحات جميلة that gave us اعطتنا ايه information معلومات ايه اكيد useful information معلومات مفيدة. Number 12 the teacher asked me to give him the note المدرس طلب مني اديله ايه why I didn't do my homework يعني اقول له سبب يعني reason give him the reason why I didn't do my homework اعرفه سبب ان انا ما عملتش الواجب ليه. Number 13 it's a note that you can't come to my birthday party هو ايه ان انت ما تجيش حفلة عيد ميلادي شيء مؤسف يعني pity اللي هي رقم C. بعد كده وصلنا للجرامر بتاعنا اللي بيقول adverbs of frequency in the past ظروف التكرار في الماضي. طبعا كلنا فاكرين ظروف التكرار اللي احنا خدناها في البريزنت سيمبل تمام اللي هي always usually often sometimes hardly ever never كل الكلمات دي كنا استخدمناها قبل كده مع البريزنت سيمبل ككلمات دالة عليه تمام جميل. انا هعرف النهارده ان الكلمات دي انا ممكن كمان استخدمها مع الباست سيمبل بستخدمها مع الماضي البسيط عشان تعبر عن حاجة عملتها في الماضي او عادة عملتها في الماضي وانتهت. طيب فهو بيقول لك ايه we can use adverbs of frequency to say how often people did things in the past نقدر نستخدم ظروف التكرار عشان نقول عدد المرات اللي عمل فيها الناس الاشياء في الماضي يعني دايما بنسأل عنها ب how often. فاعطاني مثال هنا مثلا يقول لك ايه I always looked after my little sister انا دايما اعتنيت باختي الصغرى. هاخد بالي من حاجة بقى ناخد بس اصفر عشان يبقى واضح معانا كلمة ظرف التكرار هنا اهو always جاي بعد منه ايه looked يبقى عندي always usually sometimes often hardly ever never بتيجي قبل الفعل الاساسي. بتيجي مين قبل الفعل الاساسي اهو I always looked جات لي قبل الفعل I always looked after my little sister دايما اعتنيت باختي الصغرى. طيب كريم didn't often watch television لم يشاهد التلفزيون غالبا تمام يبقى برضو كلمة often جات لي قبل مين watch يبقى عندي always usually sometimes often غالبا بتأتي امتى قبل الفعل الاساسي او بعد verb to be يعني بعد الwas والwere لو جملة ماضي تمام يعني لو الفعل بتاعي was were هحطها بعد منه اي فعل تاني قبل منه زي ما احنا شايفين. طيب تعالى كده نشوف قال لي we use how often بنستخدم اداة استفهام how often to ask about the adverbs of frequency عشان نسأل عن ظروف التكرار. معناه الكلام ده يعني لما يكون عندي سؤال بدأ بكلمة how often يبقى انا هدي complete answer اجابة كاملة باستخدام always او usually او sometimes او often او hardly ever او never تمام. تعالى كده نشوف قال لي how often did you do sports how often did you do sports يعني كم مرة لعبت رياضة
لما رد عليه قال لي I sometimes did sports on holidays. احيانا لعبت رياضه في الاجازات. طالما how often حطيت جمله كامله واستخدمت فيها ظرف من ظروف التكرار. طيب قال لي اهو كرر لي الكلام اللي انا كنت بقوله من شويه، بستخدم ظروف التكرار قبل الافعال وبعد verb to be. اهو I always looked after my little sister. دايما اعتنيت باختي الصغرى، جات لي قبل الفعل. I was usually tired in the evening. عادة كنت مرهق في المساء. الفعل هنا was عشان كده حطها بعديها. يبقى ظروف التكرار بتاعتنا adverbs of frequency always, usually, often, sometimes, hardly ever, never قبل اي فعل وبعد ال was وال were. وقال لي خد بالك من حاجة، ان كلمة usually و sometimes ينفع اجيبهم في بداية الجملة، مش لازم احطهم قبل الفعل. الاثنين دولت بس يمكن استخدام بعض الظروف في اول الجملة، مثل usually و sometimes. او sometimes she nearly gave up. احيانا تقريبا هي استسلمت. تمام. طيب نشوف كده. هو هنا طبعا في الامتحان مش هيديني النسب المئويه، فهو قال لي كلمه always يعني نسبتها 100%، يعني قال لك للتعبير عن فعل الشيء ان احنا بنعمل الحاجه بشكل دائم، يعني بعمل الحاجه دي دائما يبقى بستخدم كلمه always. ليلى always finished her homework before dinner. ليلى دايما خلصت واجبها قبل العشاء. لما اجي استخدم usually قال لك بنستخدم usually لما اعبر ان انا بعمل الحاجه دي كتير مش دايما، يعني اقل من دايما، ممكن اكون بفوت مره او مرتين. فقال ادم usually ate breakfast at 7 am. ادم عاده تناول الفطار الساعه 7. هل معنى كده ان هو كل يوم كان بيفطر الساعه 7؟ ايوه، بس كان ممكن يكون في ايام بيفوتها، ما تبقاش 7، تبقى بعد 7 قبل 7 ما يفطرش، يبقى كده في تفويته. لكن always ما فيهاش حاجه، لازم تبقى دايما معموله. اما كلمه often بمعنى ايه؟ غالبا بعمل الحاجه دي يعني بمعدل متوسط. معدل متوسط ما بين ال 50% وال 100%، يعني اهو زي 70% مثلا. We often visited our grandparents at the weekends. غالبا زرنا اجدادنا في العطلات الاسبوعيه. كلمه sometimes احيانا بستخدمها لما بعمل حاجه ايه بنسبه قليله، يعني تعادل 50% مثلا. The children sometimes played football after school. الاطفال احيانا لعبوا كره القدم بعد المدرسه. اما كلمه hardly ever بستخدمها للتعبير عن ان انا نادرا لما بعمل الحاجه دي. قال لي عادل hardly ever used AI for his homework. عادل نادرا ما استخدم ال artificial intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي عشان يعمل الواجبات بتاعته، يبقى نادرا لما بيستخدمه. طيب لو انا بقى ما بعملش الحاجه دي خالص، يعني عكس النفي بتاع always، يبقى له never ابدا. I never went to school by bus. عمري ما رحت المدرسه بالاتوبيس ابدا. تعالى كده نشوف الجمله اللي عندنا. Number 1. ريهام stayed up late. ريهام ايه؟ تسهر الوقت متأخر on school days أيام الدراسة. She always slept on time. دايما نامت في ميعادها. هي دايما كانت بتنام في ميعادها، يبقى عمرها ما نامت متأخر، يبقى هقول له ايه؟ never. يبقى لازم أفهم المعنى. Number 2. آية hardly من غير ما أفكر اسمها hardly ايه؟ أيوه برافو يا دينا، hardly ever. آية hardly ever drank coffee. Number 3. My children always not their rooms on Saturdays in the past. أولادي أو أطفالي دايما إيه حجراتهم أيام السبت في الماضي. in the past في الماضي. كلمة in the past تدل على الماضي، بحاول كلمة إيه؟ cleaned. Number 4. الشخص الأول بيقول لي نقط did you go for a walk after having dinner. تذهب للتمشية أو التجول بعد تناول العشاء. فالإجابة بتاعتي قال لي always. إحنا قلنا ظروف التكرار يبقى أداة الاستفهام بتاعتها أيوه برافو عبد الرحمن، هتبقى إيه؟ how often كم مرة. how often did you go for a walk. كم مرة رحت اتمشيت after having dinner بعد تناول العشاء. Number 5. رامز not did his homework after school. رامز إيه عمل واجبه بعد المدرسة. he was a good student. هو كان طالب good. good يعني بيعمل الحاجة دي بكمية كبيرة. ما عنديش غير كلمة إيه؟ usually. ما ينفعش أقول عليها never، ما ينفعش أقول عليها hardly ever، ما ينفعش أقول عليها ever. طيب بعد كده نمبر 6. زينب never not fast food. زينب عمرها إيه؟ الطعام السريع اللي هو أكلات الشارع. she liked to be healthy. هي أحبت إن هي تكون بصحة جيدة. طيب ما علينا، ما عنديش هنا في الجملة حاجة تدل على الزمن بتاعي. لا عندي
مش كل حاجه بتبقى كي ووردز كلمات. بص كده في الجمله الثانيه شي لايكد، في فعل تاني موجود في الجمله والفعل ده جاي باست في الماضي، يبقى الفعل اللي معاه لازم يكون ماضي زيه. يبقى انا عايز بعد نيفر هنا ماضي، الماضي كلمه ate. يبقى زينه never ate fast food، عمرها ما اكلت اطعمه سريعه او اطعمه الشارع. نمبر 7 محمود cleaned his teeth before bed. His teeth were very healthy. محمود نظف أسنانه قبل الفراش. His teeth were very healthy. أسنانه كانت بصحة جيدة. يبقى always دايما كان بينظفها. I remember when we were young. أنا فاكر لما كنا صغيرين we not together before exams. كنا بنعمل إيه قبل الامتحانات؟ usually study usually studied usually. أولا لازم احدد زمن الجمله، فانا ببص هنا لقيت when we were young لما كنا صغيرين. were دلت على ان الفعل بتاعي لازم يكون ماضي، يبقى هنا الاجابه بتاعتي يا اما usually studied يا اما studied usually، هم دول الاثنين ماضي. مين الصح فيهم؟ احنا قلنا الادفيربس اوف فريكوانسي اللي هي ظروف التكرار بتاتي قبل الفعل الاساسي، يبقى انا لازم اخدها قبل الفعل اللي هي كلمه ايه؟ usually studied. نمبر 9 my cousins often their bikes in the park. ولاد عمي غالبا بيعملوا ايه للدراجات بتاعتهم في الحديقه on their last vacation، في اللاست فاكيشن بتاعتهم في الاجازه الاخيره بتاعتهم. يعني جميل، كلمه last دلت على الماضي، يبقى انا عايز الماضي. طيب ده فعل شاذ ride rode ridden، يبقى الماضي بتاعه اسمه ايه؟ rode. بسمع لنفسي تصريف الافعال عشان اعرف الماضي من التصريف التاني. طيب بعد كده عندي complete with the correct form، اكمل بالشكل الصحيح. you hardly never، انا كده كده حافظها اسمها ايه؟ you hardly ever. برافو يا دينا. you hardly ever played sports. number 2 علياء always used her phone in the classroom. علياء دايما استخدمت تليفونها في الفصل. she was a good girl، هي كانت بنت شاطرة. الشاطرة هتستخدم ولا مش هتستخدم؟ اكيد مش هتستخدم في الفصل، يبقى اقول ايه؟ never. number 3 دنيا never play the piano in the past. in the past في الماضي، يبقى الفعل بتاعي بلاي عايز احوله لايه؟ للماضي تبقى played. number 4 how often do your mother make cakes last summer. جميل، how often كم مرة ده الفعل المساعد من غير ما افهم، لقيت في الاخر كلمة last، يبقى السؤال ده في الماضي، الفعل المساعد بتاعي في الماضي اسمه did مش do. number 5 I helped always my mom with the housework. helped always احنا متعودين ان adverbs of frequency او before the main verb قبل الفعل الاساسي، يبقى هعكسها always helped. number 6 علاء usually played the guitar last vacation. he played it once، يبقى دي علاء مش علاء، معلش. علاء usually عادة played the guitar last vacation. علاء عادة عزف الجيتار في الأجازة الماضية. he played it once لعبها مرة واحدة. مرة واحدة يعني حاجة نادرة، يبقى أيوة مش هينفع usually، هقول نادرة hardly ever. يبقى علاء نادرا ما عزف الجيتار في الأجازة، هو عزف مرة واحدة طول الأجازة، يبقى لازم حاجة إيه؟ نادرة. طيب نشوف بعد كده. هنا جايب لي speaking skills، مهارات التحدث، الحاجات اللي بتساعدني في المحادثات. لما احب اسال واحد عن كم مره مارست الرياضه فبقول له how often did you do sports. احنا لسه من شويه قايلين ان how often الاجابه بتاعتها بتبقى complete answer، جمله كامله using the adverbs of frequency باستخدام ايوه ظروف التكرار. I usually did sports in the summer vacation. ينفع اقول I usually did sports، I sometimes did sports، حسب ما انت عايز ترد. لو قال لي how often did you do something to help your community، نفس الفكرة، كم مرة عملت شيء يساعد مجتمعك، يبقى نفس الحكاية هرد بإيه؟ بظرف من ظروف التكرار. هنا قال لي I often helped my community، واحد قال لي I always helped ماشي، واحد قال لي I usually helped ماشي، حسب المحادثة اللي احنا بنقراها. بعد كده how often did you leave your town، كم مرة غادرت المدينة بتاعتك. فهنا قال لي not often ليس كثيرا، ليس كثيرا. I usually stayed in my town، عادة كنت ببقى في المدينة in the summer vacation. يبقى أنا اللي يهمني إن كلمة how often الرد بتاعها أستخدم جملة كاملة تمام فيها ظرف من ظروف التكرار. تعالى كده نشوف المحادثة اللي عندي النهاردة. يقول إيه؟ وليد visited his grandparents with his sister last summer. وليد زار أجداده مع أخته الصيف اللي فات. فسعيد بيقول إيه؟
What did you do last summer؟ ماذا فعلت الصيف الماضي؟ فوليد هيرد انا عرفت من فوق اهو، ارجع فوق. وليد visited his grandparents، يبقى هقول له طبعا المفروض ان اللي بيرد انا، فانا هنا انا وليد ده هو انا، فمش هقول له هو، هقول انا. يبقى بدل وليد هقول له I visited my grandparents. my grandparents. طيب الراجل جه قال لي سعيد who did you go with؟ who وويز في الاخر يعني مع من. who did you go with مع من ذهبت؟ انت رحت مع مين؟ ما هو قايل لي فوق his sister، يبقى هنا هقول له ايه؟ my sister. فهنا ممكن اقول له I went with my sister complete answer، واقول له ممكن اقول له my sister على طول، وانا بفضل الشورت answer طالما يجوز my sister برضه عشان تبقى فاهم. لو عايز تقول له I went with my sister صح. يبقى هنا اهوت الاجابه بتاعتي تحتمل ان انا ادي complete answer اجابه كامله I went with my sister، وتحتمل ان انا ادي اجابه مختصره my sister على طول. رحت مع مين؟ اختي. تمام، اجابه 100% صح. فهنا في الدايلوج يفضل الاجابه المختصره طالما تقدر تديها تكتبها. يعني لو بصينا السؤال الاولاني ما كانش ينفع اقول له my grandparents على طول، فاهم؟ كنت ملزم بالكومبليت انسر الاجابه الكامله. لكن هنا يجوز ان انا او ينفع ان انا ادي اجابه كامله، وينفع ان انا ادي اجابه مختصره. في الحاله دي انا بفضل اكتب الاجابه المختصره. طيب بعد كده وليد سعيد سال سؤال، فوليد رد قال له I usually visited them at weekends. انا عاده زرتهم في العطلات الاسبوعيه. هو بيتكلم عن مين اللي بيزورهم؟ جراند بيرنتس. يبقى انا عايز اقول له كم مره زرت اجدادك؟ ها يبقى كم مره يعني؟ ايوه برافو يا احمد. how often did you visit them؟ لان كلمه them راجعه على اجدادك فمش محتاج ان انا ايه اكررها تاني. قال له I usually visited them at the weekends. طيب سأله سؤال سعيد، فرد وليد قال له I played basketball، لعبت كرة سلة. I played with my cousins، لعبت مع ولاد عمي. يبقى انا عايز اقول له ماذا فعلت؟ جميل، ماذا يعني what did عشان ماضي you do، ما الذي فعلته. بعد كده قال له did you spend a good time there؟ هل قضيت وقت ممتع هناك او وقت جيد هناك؟ ينفع اقول له yes وينفع اقول له no، بس اكمل. قال له I was very happy، كنت سعيد جدا. يبقى ما ينفعش اقول له هنا غير ايه؟ yes I did. yes I did. طيب هنا بيقول لي ايه؟ how to write about an ancient or old building، ازاي اكتب عن مبنى اثري او مبنى قديم. هنا بيقول لي write a blog post، اكتب منشور مدونة of about 80 to 90 words في حوالي من 80 ل 90 كلمة about an ancient Egyptian temple you visited، عن معبد مصري انت زرته. يبقى انا عايز اعرف شكل البلوج بوست ايه لو جات لي في الامتحان بدل الباراجراف، او ممكن يقول لي write a paragraph، ممكن يقول لي write a blog post. تمام، ده شكل البلوج بوست قدامي. اللي انا هكتبه في الامتحان طبعا السطر ده مش هيكون موجود كله، يبقى انا مهم عندي الحاجات دهيت. تعالى كده نظللها مع بعض عشان تبقى قدامي وفاهم. طبعا اول حاجه اسم كاتب المدونه، الشخص اللي بيكتب اسلامز بلوج، تمام، يعني مدونه اسلام. بعد كده الديت، التاريخ بتاع الكتابه. هنا اكتب لي مانداي 23 of September، يوم الاثنين 23 سبتمبر. بعد كده my visit to the temple to the Luxor temple، زيارتي الى معبد الاقصر، الموضوع اللي انا هتكلم عنه زيارتي لمعبد الاقصر. يبقى لما بنيجي نعمل بلوج بوست، تمام، اول حاجه بنعملها بنكتب، عندي 3 سطور بنكتبهم في الاول. اسم الكاتب بتاع المدونه، تحت منه التاريخ بتاع الكتابه، تحت منه الايه موضوع المدونه او الموضوع اللي انا بكتبه. تعالى كده نشوف الموضوع هنا بيتكلم عن ايه. بيقول لي last week، طبعا اخد بالي ان اول سطر بسيب مسافه كلمه او اقل من كلمه شويه. last week الاسبوع اللي فات I visited the Luxor temple، زرت معبد الاقصر. It's a large ancient Egyptian temple، هو معبد مصري قديم واثري. It's on the east bank of the Nile River in Luxor، هو على الضفه الشرقيه لنهر النيل في الأقصر. The ancient Egyptians، القدماء المصريين، built it، بنوه around 1400 BCE، حوالي سنة 1400 BCE يعني قبل الميلاد. It is important for understanding، هو مهم لفهم life الحياة in ancient Egypt في مصر القديمة.
because the writing on its walls لأن الكتابات على الحوائط بتاعته gives us very interesting and useful information بتعطينا معلومات شيقة ومفيدة جدا about language عن اللغة and religion والديانة over 3000 years ago عبر 3000 سنة مضت. You can see beautiful paintings تستطيع أن ترى لوحات جميلة on its walls على حوائطه. But the temple is so old لكن المعبد قديم جدا. You can't see all of the colors ما تقدرش تشوف كل الألوان in the paintings في اللوحات on its walls اللي موجودة على الحوائط بتاعته. Some people are working to clean and repair the paintings. بعض الناس بتعمل علشان تنظف وتصلح الألوان. That's so cool ده شيء رائع جدا. في الآخر بننهي هقول له مثلا إيه برضه يبقى ده الخاتمة بتاعتي أهي. What do you think of it؟ إيه رأيك فيه؟ Do you like it؟ يبقى دهيت جملة أنا ببقى إيه حافظها بكتبها في الآخر على حسب الحاجة اللي أنا بتكلم عنها. يبقى تاني البلوج بوست لما باجي أكتبها بكتب في الأول 3 سطور تمام. اسم كاتب المدونة، التاريخ بتاع الكتابة، عنوان أو موضوع المدونة، الموضوع بتاعي اللي هو المحتوى. في الآخر بقول what do you think of it؟ do you like it؟ هل ما رأيك فيه؟ هل أعجبك؟ تمام. طيب عندي هنا قطع. لما بنيجي نحل قطع في الامتحان بقى فكك من شغل الابتدائي ان انت تنزل تقرا السؤال وتطلع تجري تبل على القطعه فوق تقول شوفها الاجابه بتاعتها فين. لا، على حسب شكل السؤال. لا، لازم رقم واحد اقرا القطعه وافهمها وبعد كده ابدا اقرا سؤال واجاوبه. تعالى كده نقرا القطعه دي مع بعض. بيقول لي tourists come to visit Egypt. السياح بيجوا يزوروا مصر because it's a very beautiful country لانها دوله جميله جدا. The people in Egypt الناس في مصر are very kind and friendly عاطفين وودودين يعني يشاريين. Many tourists go to Hurghada العديد من السياح بيروحوا الغردقة and شرم الشيخ وشرم الشيخ to enjoy the sea للاستمتاع بالبحر. A lot of tourists enjoy the warm weather in أسوان. كثير من السياح بيستمتعوا بالطقس الدافئ في أسوان in winter في الشتاء. Tourists can see the pyramids السياح يقدروا يشوفوا الأهرامات and many museums in Cairo والعديد من المتاحف في القاهرة. Last Monday الاثنين اللي فات my friend Sam صاحبي سام came from London جاء من لندن to visit Egypt لزيارة مصر. he هاخد بالي ان هنا عندي ضمير pronoun وحط عليه خط ولونه تقيل يبقى اكيد هيسألني عنه تحت. طالما ضمير هيقول لي يقصد بيه ايه refers to مين يشير الى مين. طبعا الضمير بيحل محل اسم يعني اسم ذكر من قبل وتشال الاسم لما اتكرر وتحط مكانه ضمير. يبقى انا هنا لازم ارجع للجمله اللي قبلها. يبقى وانا بنقرا اخد بالي على طول الهي دي هيقصد بيها مين. يبقى هرجع للجمله اللي قبلها. الجمله اللي قبلها بتقول ايه؟ Last Monday my friend Sam came from London to visit Egypt. الاثنين اللي فات صاحبي سام جه من لندن عشان يزور مصر. He went to الأقصر هو ذهب الى الاقصر. يبقى هو مين اللي ذهب للاقصر؟ ايوه برافو يا احمد سام. By plane بالطائره. He stayed at a nice hotel أقام في فندق لطيف. He visited a lot of temples زار الكثير من المعابد and beautiful places والأماكن الجميلة. السؤال الأولاني طبعا هنا زي ما احنا شايفين كده شكل الأسئلة بتاعت القطعة تجزأ على جزئين. نمبر 1 أو نمبر A answer the following questions أجب عن هذه الأسئلة. يعني مجموعة أسئلة 3 أسئلة بجاوب عليهم 3 أسئلة choose the correct answer بنختارهم وكله من القطعة. فالسؤال الاولاني بيقول لي what is the passage about القطعه دي عن ايه. طبعا هنا احنا اللي احنا فهمناه من القطعه دي بتحكي عن ايه؟ بتحكي عن السياحه في مصر. يبقى اقول له ايه؟ السياحه يعني tourism in Egypt السياحه في مصر. تمام. عايز تقول له about tourism in Egypt ماشي. عايز تقول له tourism in Egypt ماشي. عايز تقول له the passage او it is about tourism in Egypt كل ده صح. بعد كده نمبر 2 why do you think خد بالك why do you think ليه انت بتعتقد many tourists العديد من السياح go to Hurghada and شرم الشيخ. ليه بتعتقد ان الكثير من السياح بيروحوا الغردقه وشرم الشيخ؟ قبل ما تجاوب ارجع شوف في القطعه اهو قال لي ايه many tourists go to Hurghada and شرم الشيخ. ليه؟ اهي to enjoy the sea لكي يستمتعوا بالبحر ومش عايز اكتر من كده. يبقى حاجه هنا اقول له to هكتبها فوقيها بس عشان تبقى باينه to enjoy the sea. بعد كده نمبر 3
How did Sam go to Luxor? سام راح الأقصر ازاي؟ أنا فاكر بس أرجع أتأكد. أيوه he went to Luxor by plane. اوعى تكتب من دماغك، أنت عارف الإجابة عشان قريته وفهمت، ارجع اتأكد وبعد كده اكتبها by plane. طيب بعد كده هننزل على التشويسز بتاعت القطعة. We'll choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. Tourists usually visit أسوان in. السياح عادة بيزوروا أسوان إمتى؟ in winter في الشتاء. أسوان جواها حر فمش هيروحوا يزوروها في الصيف. وهو في القطعة قال. Number 2. The word friendly means. كلمة friendly كانت موجودة في القطعة bold كده تقيلة أو تخينة. بيقول لي كلمة friendly معناها إيه؟ احنا قلنا friendly يعني ودود أو عشري. تمام؟ أو بيحب الناس. هنا useless عديم الفائدة. careless مهمل. helpful متعاون أو مفيد. delicious لذيذ أقرب حاجة ليها helpful. تمام. number 6. the underlined pronoun he refers to الضمير اللي تحتيه خط he يقصد بيه ايه؟ احنا حليناه واحنا بنقرا القطعة وقلنا ايه؟ سام. طيب بعد كده number 1 في الاختيارات. the opposite of interesting is عكس كلمة interesting شيق بعكسها ممل يعني boring اهي. بص انا بفكر في الحل قبل ما ادور عليه. number 2. she was sad هي كانت حزينة to find her plant ان هي تجد النبات بتاعها after the vacation حصل له ايه بعد الاجازة. ايه اللي هيزعلها؟ ان النبات يكون حصل له بعد الاجازة حصل له ايه؟ اكيد مات عشان كده زعلت يبقى dead. her plant dead. number 3. the statue was made of التمثال مصنوع من ايه؟ wind رياح stone حجر. خلاص خلص حجر. number 4. I am always able to note my mom's voice over the phone. أنا دايما قادر إن أنا إيه؟ صوت ماما عبر التليفون. present identify look after discuss أكيد identify يحدد بقدر أحدد صوت ماما في التليفون. number 5. the tourists not around the city السياح إيه حول المدينة to see all the famous buildings لرؤية كل المباني المشهورة يبقى إيه walked around تجولوا. number 6. Egypt is famous for its ancient ايه مصر مشهورة بايه الاثري بتاعها that stand tall اللي بيقف عالين او واقف كبير طويل قوي. اطول حاجة عندنا بالنسبة للقدماء المصريين اللي هي الاوبليسكس اللي هي المسلات. بعد كده number 7. إيمان is very not إيمان ايه جدا she always knows the answers to difficult questions هي دايما بتكون عارفة اجابات الاسئلة الصعبة. يبقى هي ايه ugly ولا smart ولا boring ولا weak اكيد ذكية يعني smart. number 8. you not wear a watch انت ايه ارتديت ساعة. you like to know the time حبيت ان انت تعرف الوقت. طالما حبيت يبقى هقول له ايه اكتر حاجة عندي usually المفروض always ما عنديش always يبقى انا هاخد اللي موجود اكتر حاجة يبقى اعلاهم usually يعني كثيرا hardly ever نادرا never ابدا sometimes احيانا. طالما حاجة بتحبها يبقى بتستخدمها أكتر حاجة. number 9. I not ate seafood أنا أكلت طعام بحري. I didn't like it ما حبيتهوش. طالما ما حبيتهوش يبقى never ate عمري ما أكلته. number 10. لبنى cleaned the house in the morning نظفت المنزل في الصباح. she cleaned it in the afternoon once نظفته بعد الظهر مرة. تاني لبنى cleaned the house in the morning نظفت المنزل في الصباح قد ايه؟ بعد كده وضحت لي ان هي cleaned it in the afternoon once نظفته بعد الظهر مرة. يبقى انا لو بتكلم عن بعد الظهر هقول له hardly ever. لكن هي نظفته قد ايه الصبح؟ هي ما نظفتهوش الصبح دي نظفته مرة بعد الظهر يبقى اقول له ايه never. بعد كده complete with the correct form هنكمل بالشكل المناسب. number 1. they often plant flowers هم غالبا يزرعوا نباتات in their garden last vacation في الأجازة الماضية. يبقى last بتدل على الماضي يبقى plant يزرعها أو هيحولها للماضي تبقى planted. number 2. I never made my bed in the morning. I liked it clean. أنا عمري ما رتبت فراشي في الصباح. I liked it clean حبيته نظيف. طالما حبيته نظيف يبقى بدل never هقول له دايما always. دايما رتبت سريري في الصباح. number 3. علا not ever wore sunglasses. علا ارتدت sunglasses نظارة شمس. she didn't walk in the hot sun
ما مشيتش في الشمس الحارة او في الشمس السخنة. يبقى طالما ما مشيتش في الشمس السخنة يبقى اكيد ما لبستش نظارة شمس، يبقى اقول له ايه؟ never. Number 4. أحمد usually wore a hat. أحمد عادة ارتدى قبعة when it be sunny. wore ماضي، يبقى أنا عايز ده ماضي، verb to be في الماضي was أو were، it هتاخد was يبقى was sunny. طيب بعد كده السؤال الأخير عندي النهاردة بيقول لي write a blog post، اكتب لي منشور مدونة of 80 to 90 words مكون من حوالي من 80 ل 90 كلمة on your visit to the pyramids، عن زيارتك للأهرامات. طبعا احنا قلنا عندي 3 سطور الاولانيين المحتوى بتاعي، السطر الاخراني تعال نشوف الموضوع بتاعنا مع بعض. هنا هقول له مثلا احمد ذا بلوج، مدونة احمد، Saturday 21st of September، يوم السبت 21 سبتمبر، my visit to the pyramids، زيارتي الى الاهرامات. هبدا احكي له على نفس النمط بتاعه التمبل، وناخد بالنا ان هم كلهم قريبين من بعض. last week الاسبوع اللي فات I visited the pyramids، زرت الاهرامات. They are large ancient buildings in Giza، هي مباني ضخمة أو مباني كبيرة أثرية في الجيزة. The ancient Egyptians، القدماء المصريين built them، بنوه. المفروض كنت أكتب هنا about، معلش، about 5000 years ago، منذ حوالي 5000 سنة. They are important، هم مهمين because they tell us a lot of information، لأن هم بيخبرونا أو بيقولوا لنا معلومات كتيرة about the life in ancient Egypt، عن الحياة في مصر القديمة a long time ago، منذ زمن بعيد. They used huge stones، هم استخدموا أحجار ضخمة and a lot of workers، وكثير من العمال to build them، لبنائهم. A lot of tourists come to visit them from all over the world every year، كثير من السياح بيأتوا لزيارتهم من جميع أنحاء العالم كل عام. We should work hard، يجب أن نعمل باجتهاد to protect them، لحمايتهم and keep them safe، ونبقاهم آمنين. فاكر الجملة الأخيرة؟ بس هنا أنا بتكلم عن الأهرامات جمع، فهحول الإيت إلى them. What do you think of them؟ إيه رأيك فيهم؟ Do you like them؟ هل عجبوك؟ وبكده نكون خلصنا lessons 3 and 4. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا. أشوفكم في فيديو تاني جديد في الجزء الثالث والأخير اللي هو lessons 5 and 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.